تخيل ان الحيره دي بادئه من مركز حراسه المرمى، راجل جاي بافكار واضح جدا ان اهمها انه بيعتمد على البناء من الخلف، وانه بيعتمد على حارس المرمى اللي بيلعب برجليه كويس كجزء في التحضير والبناء للهجمه. بيجي علشان يلاقي نفسه بيمتلك الحارس الاهم في مصر، حارس المنتخب الاول محمد الشناوي، حارس محدش يقدر يشكك في فنياته على الرغم من تحفظنا على مستوياته في الفتره الاخيره، ولكن اللي كلنا عارفينه بما فينا محمد الشناوي ان كورته على الارض مش كويسه، وان مشاركته في بناء الهجمه هتكون ضعيفه جدا لان كورته مش كويسه. في نفس الوقت بيمتلك حارس شاب اسمه مصطفى شوبير، بيمتلك الشخصيه والخبرات المعقوله اللي تخليه قادر على حراسه مرمى النادي الاهلي، وكورته على الارض كويسه وبيقدر يشارك في بناء الهجمه وفي تحضير القصه. هنا حيره. ابدا بخبرات محمد الشناوي، الحارس اللي ابدى كفاءة في كل المواقف الصعبة، الراجل اللي كان أول مباراة رسمية دولية ليه في كأس العالم أمام أورجواي، ولا أبدأ بحارس شاب هيخدم طريقتي وأنا متأكد جدا من إنه جودته على الأرض ممتازة، زائد إنه جودته كحارس مرمى الكل مجمع على إنه حارس مرمى. ولو رحنا على خط الدفاع هتلاقي إن